نسمع الاستاذه نيفين عبد المنعم موجه عام التربيه الرياضيه تقول لحضراتكم كلمه. بنات عشان صوتكم عالي والبنين مؤدبين وساكتين خالص. صباح الخير عليكم. انا طبعا اكيد في كتير منكم ما اتقابلتش معاهم السنه دي، بس الحمد لله اسمع ان الكل شغال وما فيش حد من اللي موجودين معانا هنا ما اشتغلش السنه دي معانا. والسنه دي يعني زي ما قال كابتن ايجاب والاستاذه ماجده، السنه دي تعتبر من احسن السنين اللي احنا اشتغلناها في التوجيه. انا قعدت في التوجيه مثلا حوالي 12 15 سنه، بس فعلا السنه دي تعتبر احسن سنه بالنسبه لي، لان قربتني من ناس كتير وعرفتني على ناس كتير واشتغلنا شغل كويس الحمد لله مع بعض. وزي ما بقول قابلت ناس او عرفت ناس ومعظمهم كمان شباب، مش هقول الكبار انا عارفاهم من سنين، شباب ما شاء الله بيشتغلوا وبيجروا عارفين مصلحتهم كويس وبيدوروا على الشغل ايه بنفسهم. فالحمد لله ان السنه عدت على خير، وزي ما قلنا السنه عدت من غير ما نحس بيها. وبصراحه انا كنت اتمنى اقعد معاكم اكتر من كده، بس الحمد لله يعني ان انا يعني حتى لما امشي باذن الله همشي ومش سايبه حاجه، يعني حاجه وحشه ورايا، يعني سايبه الله اعلم. انا ما ظلمتش حد وما عملتش حاجه لحد، وبيتهيألي الكل عارف ان انا كنت بتعامل مع الكل سواء. السنه بتاعتك احسن سنه انا شفتها في التوجيه. والله مش بجاملك عشان انت موجوده. والله لا انا عارفه يا كابتن سيد، والله انا عارفه احسن سنه حضرتها مع حضرتك. بص خد اعمل كده. مفيش حاجه نظامك بقصدك الله يكرمك. الله ينور عليك يا ابو سيد. انا عارفه والله يعني الحاج محمد سليمان كده هتكلم بقى تاني. حلو. طب لا ده نسمع يا جماعه الاستاذه نيفين صوتها يختلف عننا. مش طالع يا جماعه مع حضراتكم. فانا زي ما بقول لكم انا مش هطول معاكم، بس الحمد لله السنه دي يا ريت السنين الجايه. انا طبعا معنى ان انا حسيت التربيه الرياضيه انا مش حاسبها لان انا منكم، واكيد هبقى عارفه كل حاجه وعارفه اخباركم، واكيد هاجي وهشوف وحبايبي كتير هنا. مش هقطع زي ناس كتير ما مشيوا وقطعوا وخلاص ما عندهمش صله بينا، انما انا مش من نوع العشري حبتين والكل عارف عني كده. فاكيد هبقى معاكم وهتنزل عليكم حاجه احضر مسابقات وحاجه احضر بطولات طبعا وحاجه احضر وحتى لو ما حدش قال لي تعالي. لا احنا بنقول والله الحمد لله يعني ان انا الكل بصراحه بحب الكل هنا، سواء بنين او بنات، ولادي، زمايلي، اخواتي، كل واحد هنا يعني ليه معامله معايا اتعاملت معاه كويس الحمد لله. فيا رب اكون انا كمان لما امشي يعني ايه تكون سيرتي برضو حلوه زي ما كنت موجوده. حلوه وسيرتك حلوه. ربنا يبارك وكل سنه وانتم طيبين، ويا رب السنين الجايه تكون احلى واحلى. طبعا مدرسات التربيه ده كلهم بيشكروا حضرتك، بس في حاجه عايزه اقولها حضرتك خليتي مدرسات التربيه الرياضيه كان عليهم التراب ومدرسين. انا بتكلم علينا احنا مدرسات التربيه ده عليهم التراب بقالهم مده طويله جدا، وهم بمزاجهم عشان ما فيش حد بيقدرهم وما حدش اصلا مديهم اهتمام. قالوا خلاص هي حصه بنديها وبنروح بيتنا وبنسكت. حضرتك بقى عملتي فينا ايه؟ خليتينا باخلاقك واحترامك لينا وتقديرك لينا ان انت تخلينا نشتغل مش عشان احنا حد يكرهنا ولا حد عايز منا حاجه، لا عشان نعرف حضرتك ان احنا عندنا شغل ونشتغل لحضرتك. فيا ريت لو سمحتي بعد اذن حضرتك اللي هيجي من بعدك يعني يمشي بنفس مسيرتك، ان مدرسين التربيه الرياضيه مش آلة، مدرسين التربيه الرياضيه دول بني ادمين. والله بصي اديهم احساس واديهم احترام واديهم تقدير هيدوكي احسن شغل. بصي ماشي انا شكرا شكرا. هو لا تعليق ولا نبيل؟ لا تعليق. ما بينفعش. وعارف ان مدرسين التربيه الرياضيه بالذات دول بتوع ماشي يا مان، معلش انا ليا كلمه يعني انا
الكلمه اللي بيجي بيبقى احسن. يعني انا لما جيت يمكن عملت حاجه غير اللي قبلي عملوها. مع احترامي لحضرتك مفيش حد قد ما انا بقول لك اللي بيجي 15 سنه قاعدين حاطين التراب على نفسنا وثابتين. اللي هيجي ان شاء الله هيبقى احسن، والحمد لله معاكم ناس يعني افاضل، معاكم موجهين مفيش زيهم، موجهات مفيش زيهم، فربنا يكرمك.